ازيكم يا حبايب قلب ام مروكه، عاملين ايه؟ لو انتوا بقى فاكرين ان البرجر الخرافي اللي بتاكلوه في المطاعم سر حربي، فلا، الفيديو ده هيغير رأيكم تماما. النهارده هنعمل مع بعض برجر مش عادي، برجر المطاعم بالظبط في البيت. من اول تتبيله اللحمه الصح اللي بتخليها جوسي ومش بتكش منك، لحد سر الصوص الخطير اللي بيقلب الساندوتش في حته تانية. يلا بينا. معايا بقى نص كيلو من اللحمه المفرومه، هنزل بيها كده في العلبه. البرجر بقى ما بيتحطلوش لا بصل ولا بيض ولا اي حاجه من الحاجات دي، هي جاست التوابل. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. معايا معلقه صغيره من القرفه، ومعلقه من البابريكا المدخنه، معلقه فلفل اسمر، معلقه بهارات، بصل باودر، وطبعا الملح. وعلشان البرجر ما يكشش منك، معلقه بيكنج باودر كبيره ومعلقه من الدقيق. هننزل بيهم بقى على اللحمه زي ما انتم شايفين كده. همكس بقى كل الحاجات دي مع بعض وهرجع لكم. هنا بقى بعد ما مكست اللحمه كويس مع التوابل، هبدأ بقى اكورها. دي بقى حسب رغبتك انت، يعني انا هنا بيحبوها عندي حجم البرجر وسط، انت ممكن على حسب بتحبوها رفيعه بتحبوها تخينه براحتكم. هنا بعد ما كورت اللحمه، هتجيبي بقى مكبس البرجر بتاعك وهتحطي عليه كيس بالظبط كده، وهتحطي بقى البرجر وتكبسيها كويس قوي عشان تديكي شكل البرجر يعني زي ما انتم شايفين كده. بصي بقى، بصي الحلاوه. وهنا بعد ما خلصت الكميه كلها، المفروض بقى تدخليها التلاجة ترتاح شوية او الفريزر. انا هدخلها الفريزر. وهنا بقى بعد ما طلعتها من الفريزر شوية، هنبدأ بقى نجهز صوص البرجر الخطير بجد. هتجيبي بقى البولة بتاعتك، هتنزلي فيها ببصلاية مفرومة ناعم جدا في الكبة، وخيار مفروم ناعم برضو تقدري تفرميه في الكبة عادي زي ما انتم شايفين كده. هتجيبي بقى معلقتين ونص كبار من المايونيز، وطبعا لو عايزه الكميه اكتر ضعف المايونيز عادي. انا هحط معلقتين ونص بس. ومعلقه ونص من المستردة، يعني خلي كميه المستردة دايما اقل من كميه المايونيز. هنحط بقى شويه ميه مخلل صغيرين زي ما انتم شايفين كده. وهننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. انت تقدري تستغني عن الملح لان احنا حاطين ميه مخلل اصلا، بس احنا عشان بنحب الحاجه مالحه. وهتنزلي بقى البابريكا مدخنه وفلفل اسود وبصل باودر. هنمكس بقى كل الحاجات دي مع بعض زي ما انتم شايفين كده. ده بقى شكل الصوص النهائي، اقسم بالله بجد خطير، لازم تجربوه. هنا خلاص بقى خلصنا الصوص. هنحط بقى البرجر على النار. تجيبي بقى الجريل بتاعك وهتنزلي فيه بمكعب من الزبده، واول ما الزبده تسيح معاكي هتنزلي فيها بالبرجر. انزلي بس بالبرجر مش كله، يعني ما تكبسيش الجريل بتاعك زي ما انتوا شايفين كده. هخلص بقى الكمية وهرجع لكم. هنا بقى بعد ما خلصنا الكمية هنجهز السندوتشات. نحط بقى في الاول الصوص اللي احنا عملناه زي ما انتوا شايفين كده. شوية خس بقى حلوين، كابوتشا اللي عندك عادي. بعد بقى ما هتحطي الكابوتشا تحطي بقى البرجر. حابة بقى تحطي طماطم، حابة تحطي بصل، براحتك، بس احنا مش بنحبهم، بنحب الكابوتشا بس. والصوص بقى غرقيها بالصوص بجد جامد. شوفوا بقى الحلويات، تحفة بجد اقسم بالله. خلص بقى الكمية وارجع لكم. هنا بقى كنت خلصت الكمية خلاص زي ما انتوا شايفين كده. عملت جنبها شوية فرايز، هنعمل سندوتشات فرايز بقى. وهحط لهم عليها شوية مايونيز برضو. بعد ما خلصت الكمية بتاع سندوتشات الفرايز والبرجر، شوفوا لي بقى الحلاوة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للتشانل، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتس، واي حاجة عايزين نعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتس. وسلام.